السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هفسر لكم المثل الشعبي اللي بيقول قاعد زي قرد قطع. الجملة دي مريبة وغريبة جدا، بس اللي بيتفهم منها انك قاعد كده زي قلتك وملكش اي لازمة. بس ثانية واحدة بس مع بعض نفهم هو القرد قطع ايه بالظبط وايه اللي خلاه زعلان قوي كده. بس اوعى تفهم غلط، وده لان القرود من الحيوانات اللي بتحب تعيش وسط مجموعات، لان ده بالنسبة للقرود امان اكتر وفي نفس الوقت تواصل اجتماعي ما بينهم. وكل مجموعة من القرود بيكون ليها الزعيم بتاعها. بس هنا بقى في حاجة، لما القرد الزعيم ده بيكبر في السن ويبقى عجوز، ساعات بيجي قرد صغير ويعمل ايه، شوية عنطزة كده وينافسوا على الزعامة. وهنا بقى يا سيدي بيقولك ان الموضوع ده فعلا حصل مع قرد من القرود، بس باين كده الموضوع ده جه على كرامته قوي، وده لانه قرر يسيب المجموعة بتاعته دي خالص ويروح يقعد عند شجرة بعيدة ويقعد عندها لوحده، وبكده قطع علاقته بالمجموعة بتاعته وبقى قرد قطع. بس انا بقى عايزة افهم حاجة، اللي قال المثل ده قال قرد قطع ووقف على كده ما كملش، طب قطع ايه طيب؟ ايه الحكمة بقى في كده؟ حاجة غريبة قوي، بس ما علينا. اهم حاجة تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة ويكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة مع حكايات سمر، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.